السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة يوميات عائشة. اليوم بإذن الله، بما أنه الموسم الدراسي ابتدى، غادي نوجد معكم هاد كاب كيك بالزبيب. كيجي رائع بواحد الإضافة، كتجي رائعة، كتعطيه مذاق مختلف على الكاب كيك الآخر. ولأول مرة يشاهد القناة ديالي ما ينساش يشترك ويضغط على زر الجرس باش يتوصل بكل جديد. ودابا إن شاء الله نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. المقادير ديال هاد الكاب كيك: كنحتاجو 2 بيضات حجم متوسط، كنحتاجو كأس لاروب ديال السكر سنيدة، نص كأس ديال الكوك، هذه هي الإضافة، كأس لاروب ديال الماء دافي، كأس لاروب ديال الزيت نباتي، 4 المعالق ديال الحليب بودرة أو ممكن تعويضو بكأس لاروب ديال الحليب. عندنا مقدار ديال الزبيب، غادي نفزو في الماء المدة اللي غادي نحضر فيها هاد الكاب كيك. عاد من بعد غادي نصفيه، عاد نزينو به. عندنا فاني 7 غرام، وعندنا خمارة ونصف، ما غنحتاجوش بجوجهم، وجوج كيسان ديال الدقيق القرص. دابا ندوزو للطريقه. في اناء غادي نديرو 2 بيضات بدرجه الحراره ديال الغرفه، ما يكونوش من الثلاجه. وغنضيفو داك كاس لاروب ديال السكر سنيده، وغنضيفو ديك فاني وزن 7 غرام، خنيشه وحده. دابا غادي نطلعوهم بالخلاط. ممكن انكم ديروهم بالمضرب اليدوي، ولكن المضرب الكهربائي كيعطيهم كثافه. هاي بعد ما خلطتهم، دابا غنكمل بالمضرب العادي يدوي. غنضيف داك كاس لاروب ديال الزيت نباتيه، وغنضيف كاس لاروب ديال الماء دافي، ممكن تعويضو بكاس لاروب ديال الحليب ونستغناو على الحليب بودره. يمكن هذا كيعطيه هشاشه، وكيعطي لهاد الكاب كيك شكل مختلف، ماشي بحال اللي موالفين كنوجدو. دابا غادي نضيفو 4 المعالق كبار ديال حليب بودره. صافي دابا نخلطو حتى يتجانس المقادير. دابا غادي نضيفو داك نص كاس ديال الكوك، هذا هو اللي كيعطيه ميزه لهاد الكاب كيك، كيجي الطعم ديالو مختلف، كيعطيه طعم رائع. صافي نكمل كلشي بنفس الطريقه. من بعد غادي ندخلها مباشره للفرن. الفرن ما يكونش ساخن حتى ندخلو، عاد نشعلو الفرن يكون النار مهيله. ها هو النتيجه النهائيه بعد ما خرجته من الفران. نتوما كتشوفوا الشكل ديالو كيف كيجي رائع. نتوما كتشوفوا كينتفخ وما كيدلاش في الجوانب، والزبيب بقى في المكان ديالو. كنتمنى ان الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تدعموا الفيديو بلايك، ولا عجبكم بارطاجيوه. وشكرا على المشاهده. ما كيجيش بحال الكاب كيك العادي، كيجي طعم كيف قلت لكم مختلف. صافي من بعد ما غادي نحركوه مزيان. دابا غنضيفو الدقيق. كيف قلت لكم 2 كيسان غنحتاجو على حسب الدقيق اللي عندكم. المهم انا كيهز ليا 2 كيسان، ديما كندير 2 كيسان اصلا، حيت فيه داك نص كاس ديال الكوك، بحال اللي كنحيدو نص كاس ديال الدقيق. نبقاو بحال هكا نحركو. انا دابا ضفت الكاس الاول حتى يتجانس مزيان. من بعد غنضيف الكاس الثاني، ها هو. الا بان لكم باقي ما اختارش، نزيد واحد 4 كاس، حيت ضروري هاد الكاب كيك ضروري خصو يجي خاتر. هذيك هو اللي ما كيخليش ان داك الزبيب يهبط،
ولكن في نفس الوقت راه ما كيجيش مدقص، حيت اصلا غادي نضيفوا ليه واحد الملعقه ديال الخل في الاخير. وهاد الطريقه هذه وغادي نخليوه يختمر شي شويه، نتوما غتبعوا المراحل وغتعرفوا. صافي من بعد ما غنحركوه مزيان كما كتشوفوا القوام ديالو كي راه ثقال عقاد. دابا غنضيفوا ديك خماره ونصف. هذه الاولى. دابا غادي نضيفوا النصف الثاني. الا كانت عندكم الخماره محببه ضروري ما تغربلوها باش ما يبقاوش دوك الحبيبات يخسروا لكم الكيك ديالكم. دابا كتشوفوا درت نص، باقي النص الاخر. صافي دابا نحركوه مزيان. نتوما كتشوفوا القوام ديالو كيف راه ثقيل، واخا كيبان لكم مقطع هذاك حيت الكوك فيه داكشي علاش كيجي مقطع هكذاك. دابا غنضيفوا الملعقه الاخيره ديال الخل الابيض، هذه اخر مرحله غنضيفوا ديك الملعقه تكون عامره. صافي ونحركو. من بعد غادي نوجدوا الطاوه ديالنا اللي غندخلوها للفرن، غادي نوجدوا فيها القبيغطات باش نفرغوه مباشره. ها هما بعد ما وجدتهم دابا غادي نبقى نفرغ فيهم. كل وحده غادي ندير فيها 2 معالق. ما غاديش نعمروهم بزاف، بحال غادي نديرو كاس لاروب، ما غاديش نديرو النص وما غاديش نعمروه كامل، باش انهم الا كمرناهم بزاف غادي يسيح لينا في الجناب، وإلا درنا النص ما غاديش يجيو واصلين للقويقطات، ما غايجيش المنظر ديالهم زوين. صافي دابا نبقى مستمره بنفس الطريقه، كل وحده غنعمرها ب2 معالق. من بعد ما غنعمرهم كاملين غادي نخليهم يرتاحوا 10 ديال الدقائق، عاد غنزينهم بالزبيب. هاد المرحله ضروريه باش ان الكب كيك ديالنا كيجيو زوين ومفشفش. هذا حتى هو سر من الاسرار ديال الكب كيك. المهم ها هو بعد ما كملتهم كاملين وخليتهم يرتاحوا 10 دقائق ضروري، ها هو الزبيب ديالي بعد ما صفيته من الماء ومسحته مزيان. دابا غادي نزين به. كل وحده غندير فيها واحد الكميه، ما تخافوش ما غاديش ينزل، غادي يبقى هكذا الفوق ويبقى مزيان الكب كيك ديالنا هكذا، باش اننا نديروا الوليدات باش انهم ياكلوا هذا الزبيب. كاين الوليدات اللي ما كيبغيوش بحال هاد الطريقه هذه غادي يعجبهم، يجيهم بحال انه كياكلوا الشكلاط.